زي ما وعدناكم في فيديو السابق ان احنا هنتكلم النهارده على نصايح الصلاه ونصايح ازاي تشيل تقيل. هدفنا زي ما احنا قلنا صلاه بدون الم، ازاي تشيل بدون الم. هنبدا الاول بالصلاه. الصلاه هنحاول دايما ان احنا نظبط الاوضاع بتاع الصلاه بحيث ان احنا نقلل الم عرق النساء. طيب هنبدا الاول بالقيام. القيام في الصلاه دايما حاول تخلي او زي اتباع للقاعده اللي احنا قلناها قبل كده، ان احنا لما يكون عندك مشكله في ظهرك اسنده، ولما يكون مشكله في عرق النسا حاول تخلي دايما مفصل الركبه متنيه. فده اللي احنا هنطبقه في الصلاه، ازاي نحاول نخفف الم عرق النسا. وانت في الوقوف اثناء الصلاه حاول تقف على رجل السليمه وتتني الرجل المصابه بعرق النسا. ودي اول صوره هتشوفها. الركوع، لما تيجي تركع في الصلاه حاول دايما ان انت ما تتنيش ظهرك، انت هتتني ركبتك بس زي ما انت هتشوف في الصورة التانية. طيب اثناء الانتقال من القيام الى السجود حاول دايما تنزل بايدك وركبتك مع بعض بحيث تبقى ركبتك متنية ووسطك متني والاتنين نازلين مع بعض زي ما انت هتشوف في الصورة التالتة. في وضعية التشهد حاول دايما تقعد على المقعدة الشمال، القدم الشمال تحت الفخذ اليمين. الوضعية دي فيها ميزة مهمة جدا، احنا كلنا معظم الناس بتبقى بتكتب بايديها او بتشتغل بايديها اليمين، فدايما بيبقى في ميلان ناحية الشمال، فده دايما بيخلي الناحية الشمال من اسفل الظهر دايما في حالة انقباض. وضعية الصلاة دي سبحان الله بتعمل انبساط او بتعمل اطالة لعضلات الظهر على الناحية الشمال، وبتعمل اطالة لعضلة اسمها العضلة الكمثرية اللي دي واحدة من اسباب الضغط على عصب عرق النسا. فسبحان الله انت الوضعيتين دول كانهم بتعمل اطاله للعضلات اللي بتزود الم عرق النسا. دي كده اوضاع الصلاه. لما تيجي تشيل حاول دايما الحاجه اللي هتشيلها دايما بتبقى ما بين القدمين، يعني دايما حط الحاجه اللي انت هتشيلها ما بين القدمين، ولما تيجي تنزل تجيبها لازم تبقى ركبتك متنيه ويبقى في دايما توازن بين الناحيتين. وقبل ما تنزل كانك هتشيل وزن 120 كيلو، وان شاء الله يا ربي لو قلم هو اللي انت هتنزل تجيبه هتخلي القلم بين القدمين. شد عضلات ظهرك وبطنك، اتني ركبتك، انزل خد الحاجة بتاعتك واطلع زي ما انت هتشوف في الفيديو بتاعنا ده. ولما تيجي تشيل حاجة تقيلة انت خلاص جبتها شلتها حاول دايما تلزقها على بطنك. يعني ايه؟ ما تخليش مساحة ما بين ايدك وما بين الحاجة اللي انت هتشيلها. كل ما مسكت الحاجة وبعدت ايدك لقدام كل ما وزنها زاد، كل ما لزقتها على بطنك كل ما وزنها بيبدأ يقل. لو عملت كده يبقى انت كده صليت بدون ألم، شلت بدون ألم، ودمتم في صحة وعافية. وانتظرونا في فيديوهاتنا القادمة إن شاء الله.